اليوم لدينا قصة جديدة ومثيرة عن شخصية عظيمة حاربت الفقر والعنصرية وتشويه السمعة، وواجهت السجن وسلب الإنجازات، ومع ذلك قهرت كل الظروف. قصة أعظم رياضي في التاريخ، محمد علي كلاي. استعدوا للانطلاق في رحلة مشوقة مليئة بالتحديات والانتصارات عن رجل لم يكن فقط بطلا في الحلبة، بل كان أيضا بطلا في الحياة. رجل ألهم الملايين بشجاعته وإصراره على الحق والعدالة. فيا عزيزي المشاهد، اشترك في القناة ليصلك كل جديد. جاهزين؟ يلا نبدأ. أبدأ بقصة كاسيوس مارسيليوس كلاي الذي ولد في 17 يناير 1942 في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي. جاء كاسيوس في عائلة فقيرة تتكون من والده كلاي سينيور الذي كان يعمل رساما للوحات الإعلانية، ووالدته أوديسا التي كانت تعمل كخادمة في المنازل. عاشت العائلة في حي يعاني من التمييز العنصري والفقر، حيث كانت فرص محدودة أمام السود. منذ صغره واجه كاسيوس العنصرية بأشكالها المختلفة. في إحدى المرات دخل كاسيوس إلى مطعم مع والده، ولكنه طردوه لأنه من السود. هذا النوع من التمييز ترك أثرا عميقا في نفسه كاسيوس، وزرع فيه روح التحدي والإصرار على تغيير الوضع. في عام 1954 عندما كان كاسيوس في 12 من عمره، تعرض لحادث غيرت مسارات حياته. خرج من إحدى القاعات ووجد دراجته مسروقة، شعر بالغيظ والحزن وبدأ يصرخ مطالبا إعادة دراجته. التقى بشرطي في الحي وأخبره بما حدث. قال له الشرطي: إن أردت أن تدافع عن نفسك وتكون قويا يجب أن تتعلم الملاكمة. إشراف الشرطي الذي كان أيضا يدربه على الملاكمة. بدأ كاسيوس تعلم الملاكمة. كانت البداية صعبة، لكنه أظهر موهبة وإصرار كبيرين. بعد 6 أسابيع فقط من التدريب، شارك كاسيوس في أول مباراة له وفاز فيها طبعا. بدأت سمعته تنمو بسرعة، وأصبح معروفا بمهاراته العالية وسرعته الكبيرة في الحلبة. مع مرور الوقت بدأ كاسيوس يشارك في بطولات محلية ويحقق انتصارات متتالية. في عام 1960 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما، شارك في الأولمبياد الصيفية في روما بإيطاليا، وفاز بالميدالية الذهبية في فئة الوزن الخفيف الثقيل. كان هذا الإنجاز فقط تحول في مسيرته وجعل منه بطلا قوميا. على الرغم من نجاحاته الرياضية، لم تتوقف التحديات أمام كاسيوس. بدأ عودته إلى الأولمبياد، واجه مرة أخرى التميز العنصري. في إحدى المرات ذهب مع صديقه للاحتفال في مطعم، ولكنهم طردوه. لماذا؟ بسبب أيضا بشرتهم. شعر كاسيوس بالغضب والإحباط، وقام بإلقاء ميدالياته الذهبية في نهر أوهايو كتعبير لاحتجاجهم على الظلم والعنصرية. بعد الأولمبياد قرر كاسيوس التحول إلى الملاكمة الاحترافية 64. في عام 1900 حقق فوزا كبيرا بفوزه على بطل العالم سوني ليستون في مباراة تاريخية. أصبح كاسيوس بطل العالم في وزن الثقيل وهو في 22 من عمره فقط. لكن هذا لم يكن الحدث الأبرز في تلك السنة. اعتناقه للإسلام. في نفس العام أعلن كاسيوس اعتناقه للإسلام وتغيير اسمه إلى محمد علي. كان هذا القرار مفاجئا للكثيرين وأثار جدلا واسعا، لكن بالنسبة لمحمد علي كان هذا التحول نتيجة لتأثره بالتعليم الإسلامي التي تعلمها على يد شخصية إسلامية بارزة. تعلم الإسلام أن يدعو للمساواة والعدل، لا فرق بين الناس بسبب لون بشرتهم. وتعلم الإسلام واعتنقه داخل السجن من طرف شخص آخر يدعى محمد. لم يكن محمد علي مجرد بطل في الحلبة، بل أصبح رمزا للنضال ضد العنصرية والظلم. لم يكن محمد علي مجرد بطل في الحلبة، بل أصبح رمزا للنضال ضد العنصرية والظلم. استخدم شهرته ومنصبه للدفاع عن حقوق الإنسان. في عام 1967 رفض محمد علي الانضمام إلى الجيش الأمريكي، بالطبع لا للمحاربة في فيتنام، قائلا: لن أحارب ضد أناس لم يسيئوا إلي قط. هذا القرار جعله يواجه عقوبة السجن وسحب لقب البطولة منه، لكنه ظل صامدا ومتمسكا بمبادئه. بعد عدة سنوات من الملعب من الملاكمة، عاد محمد علي إلى الحلبة. في عام 1970 واجه تحديات كبيرة من خصومه الذين حاولوا إثبات تفوقهم عليه، لكن محمد كان عازما على استعادة مجده. في عام 1974 خاض مباراة تاريخية ضد جورج فورمان في زائر، والتي عرفت باسم معركة الغابة. استطاع محمد علي الفوز بالضربة القاضية واستعادة لقب بطل العالم. هذه المباراة
كانت من أعظم مبارياته في التاريخ الملاكمة، وأثبت أن محمد علي لا يزال الأفضل. إرثه العظيم. محمد علي لم يكن مجرد ملاكم، بل كان رمزا للأمل والصمود، تاركا إرثا عظيما للبشرية يتمثل في نضاله من أجل العدالة والمساواة. كان يقول: الخدمة للآخرين هي إيجار الغرفة التي تشغلها على هذه الأرض. أخيرا يا جماعة الخير، إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا زر اللايك وشاركوا آراءكم بالتعليقات واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، ونراكم في المقطع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.